يقال أن مدينة مراكش بنيت من أجلها، تزوجت بملك فطلقها وتزوجها ابن عمه. كيف حدث ذلك؟ زينب النفساوية التي تحدثنا عنها في المقطع السابق أشهر القصص رغم تضارب الأنباء عنها زواجها من الأمير أبي بكر بن عمر اللمتوني أمير المرابطين الذي بدأ بتشييد مراكش من أجلها، ثم ذهب فجأة ليصلح نزاع القبائل فاضطر لتطليقها لشعوره بأنه سيظلمها، وألمح لها بأن تتزوج ابن عمه يوسف بن تاشفين أمير المرابطين الجديد. وفعلا حدث ذلك عام 463 هجري وأسست مدينة مراكش، لكنه لاطف أبا بكر وأظهر قوته بنفس الوقت بمشورة من زوجته، فقبض يوسف على المغرب، وكانت زوجته زينب اللبيبة العقل تساعده في الحكم، لكن موعد وفاتها غير محدد بالضبط، فهناك جدل كثير حوله. لا تنسوا مشاركة المقطع ودعمنا بالاشتراك والتفاعل.